السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. ابحث عن المستفيد تعرف مين الجاني. سد النهضه واللي حصل والتكتيك اللي حصل والتخطيط اللي حصل من أكتر من 15 سنة وما قبل ذلك، من قبل الثورة المصرية، ومخطط له. مين المستفيد ومين الرؤساء ومين الشركاء في تكوين هذا السد، وتعرف ايه الهدف منه بالظبط. سد النهضه في يوم وليلة كده من غير ما حد يدرى اتفاجئنا ان هو طلع وبيتملي مرحله في مرحله في مرحله في مرحله في صمت وسبات من الجانب المصري والجانب السوداني. بل بالعكس، يمكن الجانب المصري الشعب طلع يتكلم وطلع اعترض على الموضوع، وللاسف كل كلامه ان بنمشي في الطريق القانوني، الحل القانوني. طيب الحل القانوني ما ينفعش مع الناس دي، يعني حل قانوني 15 سنه في حاجه تعتبر شريان حياه، يعني يا اما فيضان وغرق، يا اما جفاف وعطش وموت للزرع والحيوان والانسان. يعني دي حاجه حيويه، ودي مساله امن مائي. يعني ما كانش فيها كلمتين، دي ما فيهاش كلمتين. يعني مش محتاجه سياسه، اقعد اسايس واقعد ادادي وامشي ورا قوانين. الجانب السوداني طلع صفق وقال احنا اخوه للاثيوبيين وعمرهم ما يأذونا، هم اول ناس اتأذوا. يعني لو الضرر مثلا في مصر 50%، الضرر في السودان هيبقى 100%. قالوا هنشغل تربونات، ودي حقنا كدوله لها سياده. اثيوبيا يعني بتتكلم عن نفسها، وان احنا حقنا نحمي المشاريع ونحمي نفسنا من الجفاف والكلام اللي سمعناه ده كله في الاعلام. وعملت السد ومفيش اي ميثاق اتنفذ ولا اي عقد اتنفذ، لا في قانون حمانا ولا في محكمه عدل حمتنا، ولا في شروط وجزاءات هتتنفذ على ارض الواقع. كل ده على الورق، كل ده على الورق. يعني احنا مثلا بنقول معاهده كامب ديفيد بيننا وبين اسرائيل بتلزمنا ببعض الامور، لكن لو حصلت حاله طوارئ، لو هم مثلا تعدوا علينا في الاول، ما تتلغي طبيعي، هنخش معاهم في حاله حرب طبيعي هتتلغي. يعني مش كل المعاهدات ملزمه، يعني مش كل المعاهدات ملزمه على ارض الواقع. طيب دلوقتي البشوات الاثيوبيين، مش قصه بقى ما درسوهاش بقى ونقول نتهم الناس بالغباء ان هم اغبياء ومش عارفين وطبيعه التربه، لا، هم متعمدين. هم متعمدين وعارفين ان لو اتفتحت السد هيغرق مصر والسودان. هم استخدموه كسلاح ضغط على مصر والسودان في حاله الحرب وفي السلم. ما يتسموش مش هيدخلوا معاك حرب مباشره، لا، ده حرب بارده. بقى بضخ المخدرات في الشعب المصري والسوداني عشان يخلوهم مش فايقين، والشباب متدمره. لما مين هيحارب غير الشباب؟ القاده، الناس الكبيره في سن القاده. مين اللي هيحارب وهينزل على ارض المعركه؟ الشباب بتوعنا. بيدمروهم بالمخدرات. ومن الناحيه التانيه يشوفوا لنا يفتحوا لنا بقى كذا فتحه بقى، ناحيه في الشرق وناحيه في الغرب وناحيه في الجنوب، وعرفوا يتوصلوا. مين المكون الاساسي؟ امريكا والامارات واسرائيل هم المكونين للسد ده هو. يعني مش قصه استثمار، ما لقيتش عليهم الارض عشان يروحوا عند اثيوبيا يستثمروا. هم معروف معمول السد ومعروف ايه اهميته، وده جه توقيته. يعني الناس تستغيث تقول حاولوا افتحوا السد، حاولوا تفضوا عشان الكميات المتراكمه ورا السد، عشان حتى يعني حتى معظم المهندسين قالوا ده خطر على بناء السد وعلى جسم السد، ممكن ينهار. طب ما هم مش متضررين من شيء. هو هينهار على راس المصريين والسودانيين. وجي وقت اهو. ومن الوقت بيقول لك احنا الوقت مصر في امن وفي امان الحمد لله، بعيد عن الموضوع شويه، وربنا يا رب يسلم اخواننا السودانيين يا رب ويحميهم ويحفظهم من كل سوء. هم فاتحين كام فتحه او كام بوابه الوقت حاليا بشكل مؤقت، والمهندسين بيقول لو استمر الموضوع ده، لان كميه الميه اللي جايه دهياتي لا يستهان بيها. لو فضل الموضوع مستمر 10 ايام ممكن ميه تغرق الدنيا. وانا سمعت ان، بس مش معلومه مؤكده، ان في بعض منسوب الميه في نهر النيل عندنا في مصر وفي الاراضي المنوفيه الدلتا بدا يرتفع شويه واثر على المزروعات. ده كلام بس ده مش مؤكد. هم جابوا، سمعت كام فيديو كده من ارض المنوفيه بيقولوا الزراعات باظت عندنا، مجرد منسوب اتفتح وبشكل تكنيكي وبشكل محدد. ما بالك بقى لو انهار السد، او لو فتحت كل البوابات مره واحده بقى؟ ما انت ما تقوليش بقى بحيره ناصر، وما تقوليش بقى السد العالي، وما تقوليش ان المفروض توشكا هيستوعب. ماشي، وبعد ما يستوعب طب والزياده؟ ده عشان بوابتين معرفش 3 اتفتحوا. لو اتفتحت 8 بوابات ولا 6 بوابات، لو السد انهار يعني احنا عاملين زي الايه،
زي الواحد دخل بيته تعبان، ولو جم يا عم حوش موت التعبان او هات حد طلع، يقول لك لا ده تعبان صغير، مش منه ضرر، مش سام. كبر التعبان، يا عم موت التعبان، التعبان كبر، قال لا لسه اصبر بس شويه اصبر، لا عادي، ده اي عيل صغير في البيت هيموته. كبر التعبان واتجوز وخلف جيل وجيل 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 لغايه ما البيت اتملى تعابين، وبرضه ما اتحركتش انا من مكاني، وتعايشت مع الوضع ومنتظر اللدغ بتاع الثعابين. نفس الحكايه، حوشوا السد، وقفوا السد من اوله قبل ما يتبني، قبل ما يتملي، طب الملء الثاني، طب الملء الثالث، طب الملء والوقت منتظر ايه؟ ده سبحان الله معجزه ربنا طبعا اكيد طبعا مصر محميه من ربنا سبحانه وتعالى، مش بافعالكم، مش افعالكم. انا كنت بستغرب لما بسمع ان من علامات قيام الساعه، بسمع ان من علامات قيام الساعه ان هيحصل فيه جفاف، يعني المسيح الدجال لما يجي هيبقى ربنا سبحانه وتعالى يديله قدرات خارقه عن البشر، عشان كده في ناس هتؤمن بيه يقول انت ربنا، يبقى معاه الميه في ايد معرفش والطعام في ايد، فقلت ازاي الطعام ينفد، وازاي الميه تنفد. وفعلا كنت بستغرب والله، يعني عقل البشر ما كانش مستوعب الفكره دي، لكن من خلالها هو لسه 14 سنه ما شاء الله، يعني المستحيل بقى واقع، المستحيل بقى واقع. هات حاكم فاسد ومسكوا دولة ما شاء الله، هيعمل مطلوب من المسيح الدجال في كام سنة؟ نشفت المية ونشف الأكل، ما فيش الأكل ولا شرب ولا غيره ولا غيره ولا غيره. مطلوب إن احنا نستحمل ونصبر ونصفق لحاجة إلهية من عند ربنا. ربنا عالم عشان الشعب المظلوم الغلبان ده، عشان الشعب اللي أنهك، الشعب اللي أنهك من الجرف اللي احنا فيه. ربنا يعني بعت لنا رحمه كده من عنده، حته الامطار الغزيره دهيات ان هي تيجي، ويضطروا ان هم يفتحوا بوابات السد، بس هم مش فاتحينها بهدف التهويه، هم مش اصلا من بلاش بهدف التهويه ولا قصه التربودات، انهم ما شغلوش التربونات بتاعتهم لانتاج الطاقه عندهم. التربونات ما اشتغلتش اصلا، وما جابوش العدد الكافي، ما جابوش عدد التربونات الكافي لولد الكهرباء عندهم. هو المفروض ان هو معمول بهدف تدمير مصر والسودان، ووصلوا لهدفهم، واحنا بجد بنسجف لمعجزه الهيه. كلنا طبعا نخضع ونسجد لله طبعا شكر. المعجزه اللي حصلت دهياتي ان موضوع الامطار كتر، فاضطروا ان هم يضطروا يفتحوا بوابات، سواء بقى قصدهم او مش قصدهم، لكن هي دي الحلول اللي عندي، مستنيه رحمه ربنا سبحانه وتعالى. بس ربنا قال اسعى يا عبد نسعى معاك، وربنا قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، ربنا قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ما جاش يقولوا حطوا ايديكم على خدكم واستنوا معجزه الهيه، ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، وزمن المعجزات انتهى. وهو الرئيس نفسه اللي قال كده، قال هتشتغل هتاكل، ما عنديش حاجه ببلاش، مفيش حاجه ببلاش. فين السعي اللي سعيناه؟ قاعدين بس بنفرض ضرائب على الشعب، وبنفرض قوانين على الشعب، منها ناحيه المعاشات مره، وناحيه المستاجرين مره، والشباب مره. ايه اللي بيحصل في البلد ده؟ رايح على فين يا مصر؟ رايح على فين يا مصر؟ شكرا لحسن استماعكم.